خدوا بس تعالوا اقول لكم على حاجه. لما خلود اسامه حسني خوخه تطلع تقول لكم حاجه تشخبط بعديها على الكلام، اقول امام عاشور مش هيلعب مباراه بيراميدز، يبقى مش هيلعب مباراه بيراميدز. عاوزين نسمع لبره نسمع، دي مشكلتكم. لكن تمنشنوا لي وتقولوا لي الناس بتقول امام عاشور هيلعب مباراه بيراميدز، مين الناس دول؟ انا لوحدي مصدر، ما نرجعش ورايا تاني. حبايب قلب خوخ، وحشتوني 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 وحشتوني. طبعا لا ايام متبقيه، غدا اخر مباراه للنادي الاهلي في شهر اغسطس، يعني الحمد لله ننهي الشهر ده على كده، عشان الشهر ده استغفر الله العظيم. النادي الاهلي بيختتم مبارياته في شهر اغسطس بمباراه بيراميدز. طبعا مباراه الاهلي وبيراميدز غدا الساعه 9 مساء بتوقيت مصر في استاد السلام على قنوات اون سبورتس. طبعا قائمه النادي الاهلي لمواجهه بيراميدز نزلت، ابرز الغيابات وكلنا حاطين عينينا على امام عاشور. وامام عاشور غائب عن مباراه الاهلي وبيراميدز، وده شيء طبيعي لان انا طلعت وقلت لكم قبل كده ان نسبه تعافي امام عاشور 70%، لسه ما وصلش لحد ال 100%. وبالمناسبه امام عاشور عقد جلسه مع خوسيه ريبيرو عشان كان عاوز يلعب مباراه بيراميدز ويخش في القائمه، ولكن ريبيرو قال له سكه ودغري انا مش هضحي بيه. يا جماعه عشان نكون واضحين مع بعض، امام عاشور هيبتدي مباريات من اول مباراه مع المنتخب، يعني بعد المنتخب هيبتدي مع الاهلي. اكيد مش حماسنا اللي احنا نشوف امام عاشور اللي احنا نضحي بيه في مباراه بكره. ان شاء الله اللي موجود يأدي. طبعا على ذكر نصف الملعب، حلوه نصف الملعب دي، على ذكر وسط الملعب، طبعا كان طالع الايام اللي فاتت كلام ان بن رمضان مصاب، لكن الحمد لله بن رمضان سليم 100% وموجود في قائمه المباراه. لكن اكتر حد انا زعلان عليه طبعا ياسين مرعي مش موجود في قائمه المباراه، وياسر ابراهيم واحمد عبد القادر ومحمد عبد الله وسيحه عمر كمال ومحمد شكري ومروان عطيه. لكن اكتر حد او اكتر اتنين صراحه، يعني بعيدا عن امام عاشور، انا زعلانه عليهم لاني انا كنت خلاص متوقعه ان انا امام عاشور مش هيلعب ومتاكده 100%، وطلعت قلت الخبر ده بدل المره مليون، وهفضل اذلكم طول الفيديو عشان انتم ما كنتش مصدقيني. لكن اكتر اتنين بجد متضايقه عليهم لان هم فارقين جدا، هم ياسر ابراهيم وياسين مرعي. طبعا هيفرقوا جدا، ولكن اللي هيلعب بكره وهيأدي يكون قد الثقه والمسؤوليه. طبعا كلنا عارفين ان رمضان صبحي مش هيكون موجود مع بيراميدز، ايضا الشيبي واخد كارت احمر، وطبعا مصطفى فتحي، واخرهم محمود مرعي. دي غيابات فريق بيراميدز. طبعا بكره هنشوف النقيضين، واحد قاعد 24 ساعه يجيله السكر ضغط من العصبيه وطالع نازل ويرفع البنطلون وبصوا بقى ما اقولكوش، وواحد تاني قاعد ضارب بوز البط على الخط ما بيتكلمش، يعني ما شيء ونقيض. بكره في حاجه غريبه جدا تحصل، ولكن قبل ما اقول لكم الحاجه الغريبه تعالوا اقول لكم الحكم، اقول لكم معلق المباراه. اول ما تلاقوا الضحكه من هنا لهنا اعرفوا طول كابتن ايمن الكاشف بكره ان شاء الله معلقا على المباريات. المباريات دي مش عارفه تقريبا بقالي كتير ما صورتش في النوت خفت مباراه النادي الاهلي وبيراميدز. اخيرا هنسمع القطايف واللطايف. صوته يا جماعه والله العظيم، صوته هو وعصام الشوالي طرب. بتسمع ام كلثوم، الحليم حافظ، يعني عمري ما سمعتهم بس كانك بتسمعهم. طرب. تخيل تكون بتسمع من الكاشف وبتتفرج على بن رمضان، دي محتاجه لها اشتراك. دي طبعا حكم المباراه الاسباني، اوعى تكونوا متعشمين ان انا ممكن اقول اسمه، لكن ده حكم قبل كده مباراه النادي الاهلي وبيراميدز قبل كده. بيراميدز طلعت قالت ان هي هتنسحب وهتلعب بكره مباراه في كوكو. لكن تعالوا بقى اقول لكم الحاجه الغريبه اللي في المباراه بكره. عاوز يصدق، اللي مش عاوز يصدق يشرب من البحر، مش مشكلتي خالص، عشان بيتلقح عليا في المواقع. عظيم شفت بعض من صناع المحتوى، اسفه في كلمه صناع محتوى، بيلقحوا عليا. طلعت قلت ان اخر مباراه لخوسيه ريبيرو هي مباراه بيراميدز، وبعديها لو خسروا الاهلي هيقيلوا. اتريقوا عليا، لكن انا معذورين. بنت تكون معلمه عليهم في المجال طبيعي كل اخبارها ثقه، ده هيبقى تمام. لكن الحمد لله انا قلت لكم على قصه امام عاشور الوحيده على السوشيال ميديا كنت بقول ان امام عاشور مش هيلعب مباراه بيراميدز، سبحان الله كله كان بياكد كده، فانا دونت كير خالص الصراحه. بكره اخر مباراه بيراميدز مع المدرب بتاعه نيتيتش، مش رونيتيتش ما بعرفش انطق اسمه، خوسيه ريبيرو. اللي هيخسر هي باي السلامه، باي مش معانا في يعني مدرب بيراميدز لو خسرت مدربها مع السلامه. الاهلي خوسيه ريبيرو لو الاهلي خسر مع السلامه. انا دلوقتي في حيل ادعي ان الاهلي يخسر ولا اعمل ايه؟ انا مش عاوزه المدرب ده يجي يقول لي طب مين المدرب، لا دي مفاجاه. اتاكد من الخبر واطلع اقوله، لان انا ما بحبش اقول حاجه وانا مش متاكده منها. الخبر بالنسبه لي دلوقتي مدرب القادم اللي النادي الاهلي حاطط عينه عليه بنسبه 50%، لكن انا بتمنى التوفيق اكيد لريبيرو. عاوزه اشوف النادي الاهلي في احسن الحالات، لكن هي يعني بداياته مش مبشره للخير خالص. انا يعني لو تعادلوا هنعمل، يعني لو تعادلوا الاثنين يمشوا ريحونا من القصه. والله العظيم انا في الاوفسايد، عارفه ادعي للاهلي يكسب ولا يخسر. ولكن حبايب قلب خوخه كل التوفيق للنادي الاهلي غدا ان شاء الله. رب الاهلي يكسب بكره وخوسيه يمشي.